هنحضر مع بعض إن شاء الله النهاردة طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن. هنقدمها بطريقة بسيطة جدا والتتبيلة هتكون معانا مميزة. تابعوا الفيديو للنهاية، ولو أول مرة تشوفوني أنا اسمي شيماء عبد العظيم. أتمنى من كل قلبي إن الفيديو ينال إعجابكم وتدعموني بلايك وشير وسبسكرايب في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكم مني كل جديد. شايفين معانا الفراخ شكلها حلو قد ايه؟ ويلا بقى بينا نشوف حضرناها ازاي. انا هنا بقى معايا 2 كيلو من دبابيس الفراخ. اول خطوة معانا هنغسل معانا الفراخ، هننقعهم في مية ونضيف للمية ملح وليمون وسكر ونسيبهم منقوعين حوالي نص ساعة. وبعد النص ساعة هنغسل معانا الفراخ كويس جدا ونصفيها معانا من المية. ممكن تستخدمي فرخة كاملة على حسب ما تفضلي. وبعد كده بقى هنروح نحضر معانا مكونات التتبيلة، وهتكون معانا عبارة عن طماطم وبصل وتوم وفلفل وجزر. والتوابل هتكون معانا عبارة عن معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر والكزبرة والكركم، بابريكا وزنجبيل وبهارات فراخ، ملح وسكر ومكعب من المرق. وكمان هنا هنضيف للتتبيلة ربع كوباية من زيت الزيتون ومعلقة كبيرة من الخل الأبيض ومعلقتين كبار من عصير الليمون. هنحضر بقى معانا في الخلاط أو في الكبة المتوفر عندك. نزلت معايا بالخضار وبالتوابل، وبعد كده بقى هنزل معايا بزيت الزيتون، ممكن نستبدله بالزيت العادي لو مش متوفر عندك. وهضيف بقى معايا عصير الليمون والخل. تمام كده، واخلط معايا كل المكونات لحد ما يكون معايا الخليط ناعم جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هحضر بقى معايا الصينية وهنزل معايا بالدبابيس الفراخ ارصها في الصينية بالشكل ده. وبعد كده هضيف بقى معايا التتبيلة وابتدي ان انا ادخل معايا بقى التتبيلة جوه الفراخ. وبعد كده بقى هضيف معايا من على الوش رشة كده بسيطة من الحبهان المطحون. خلاص كده هسيبها بقى معايا في التتبيلة على الأقل ساعتين. وبعد ساعتين بقى هنحضر بقى معانا الفرن، وتكون معانا مسخنة مسبقا على أعلى درجة حرارة عندك. هندخل معانا الصينية على الرف الوسطاني، وبعد كده هنسيبها لمدة نص ساعة. وبعد نص ساعة فتحت عليها لقيتها خلاص استوت. هنشغل بقى معانا الشواية علشان تدينا بقى اللون الجميل ده. ايه رأيكم بقى فيها؟ ويلا بقى بينا علشان نقدمها. شايفين معانا شكلها حلو قد ايه ولونها جميل وكمان مستوية كويس جدا من جوه. اتمنى ان الطريقة تكون نالت اعجابكم. انا هنا قدمتها مع المكرونة على حسب ما تحبوا وتفضلي. ولو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير وسبسكرايب في القناة وفعلوا الجرس على الكل علشان يوصلكم مني كل جديد. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.